السلام عليكم. لما سمعت رئيس الجمهورية عندنا وهو طالع بيقول نتبرع لإعمار غزة افتكرت وسيم يوسف. وسيم يوسف وهو طالع مع هبة ترك وعمال يقول لها هنسمع كده. المبلغ اللي وصلك هذا المبلغ ما له علاقة في العلاج. ركزي، هذا عيالك لرمضان، جهزي لرمضان ملابس العيد لعيالك، لإلك، لإخوانك، ساعدي أهلك، هذا ما له علاقة هذا. وسيم يوسف لهبة ترك أهم حاجة في الحوار ده وهو بيقول لها إيه؟ نسمع كده. دفعت الإيجار. دفعت الإيجار. نسمع الحتة. هذا لإيجار البيت، انسي، هذا ما يخص، هذا دعم ولا حاجة، هذا خيركم أنتم أهل مصر السابق علينا. المهم أنت الحمد لله استلمتي هذا الأمور، هذا شيء طيب. وأي حاجة تحتاجينه، أنت عندك أخ موجود في الإمارات، وإبراهيم له أخ موجود في الإمارات. بس إذا خجلانة بس الواتساب، أخوي وسيم أنا حصل معي كذا كذا كذا، وامشي في العلاج وشوفي أفضل مستشفيات وأنا أخوك. وأي حاجة تحتاجين، المهم إبراهيم يرجع بالسلامة. أنا أرد مصر. انا عندي لان الوالده تعبت فاضطريت اسافر، فانا ارد مصر ان شاء الله. انا راد يوم السبت اريد. يعني برغم ان كانت هبة قاعدة في شقتها اللي شاريينها وبيدفعوا فوق سطحها وابراهيم كان بيجددها، كانوا فاهمين وسيم يوسف ان بيدفعوا ايجار. دي حاجة. الحاجة التانية، عمال يتكلم وسيم يوسف ان هو على التبرعات، عمال يتكلم ان هو يبعت لها اي فلوس هي عايزاها وهو هيتكلف بعلاج ابراهيم وما تشيلش هم اي حاجة وتدفع الايجار. طب ليه ده كله يا وسيم يعني؟ وبعدين اما انت سخي كده، على رأي الست انت حورية سخي قوي يا وسيم. وايه العلاقة الوطيدة اللي بينك وبينهم دي كلها؟ وبتعتذر لهبة كمان ان انت مشيت من غير ما تعدي عليهم وهترجع مصر قريب. والله حاجة غريبة. هبة وأهلها مش إبراهيم بس، شايل هم هبة وأهلها وعيالها وإيجارها ومرض إبراهيم. في إيه يا جماعة؟ حد يفهمنا إيه اللي كان بيحصل ده؟ هو هبة كل ما حد يقرب منها يشيل هم العيلة كلها، الباجش كله على بعضه. وفاء عامر شايلة هم كل حاجة لهبة. أمال فين أهلها؟ وبعدين زي ما مدام روحية قالت لوسيم يوسف، قالت له بره على فلسطين. نسمع كده مدام حورية. الفيديو ده لوسيم يوسف، الداعية الإسلامية. عايزة أقول لك يا وسيم، أنت دفعت مليونات جنيهات عشان تشتري لحم واحد ويتمت عيال. الفيديو ده لوسيم يوسف، اعملوا له شير عشان يوصل له. ويتمت طفلين وخدت لحم الشاب والشاب مات. الشاب خسر شبابه وقابل رب كريم. ما هنش عليك في يوم من الأيام ما سمعناش إن أنت اتبرعت لشعب غزة. ما جاش حد قال ده وسيم يوسف اتبرع لشعب بلده، بس اشتريت لحم الشاب وانت يتمت عياله وخليته قابل رب كريم. الفيديو ده لوسيم يوسف. احنا عمرنا ما سمعنا ان انت اتبرعت لحد، حتى لشعب بلدك فلسطين المحتلة، اخواتنا وحبايبنا وندوهم دمنا. عمرنا ما سمعت ان انت ساعدت حد، عمرنا ما سمعت ان انت وقفت مع حد. ما سمعناش بس الا انت اشتريت لحم واحد عشان انت تعيش ويتمت طفلين والشاب قابل رب كريم وانت اشتريت صحتك بالفلوس. الفيديو ده لوسيم يوسف. كنت بدل ما تعمل كده اتبرع لشعب بلدك، بدل ما بلدك كانت متبهدلة وتعبانة وجعانة. كنت تبرع لبلدك، كنت تقف جنب بلدك، كانت انكتبت لك عند ربنا. لكن اللي انت عملته انقلب عليك عكس. شوف ربنا بيعمل ايه يا وسيم، شوف ربنا بيعمل ايه. ربنا لو بيسيب هيسيب الدم على اللبن يا وسيم. سبحان الله، اشتريت صحتك وقتلت واحد، اشتريت صحتك ويتمت عيال. ربنا لو بيسيب هيسيب الدم على اللبن. شوف ربنا عمل ايه، فضحك قدام الوطن العربي كله.
الفيديو ده لوسيم يوسف، اعملوا له شير عشان يوصل له. نفسنا نسمع ان انت ساعدت حد محتاج، انما انت لا، بتاخد من حد محتاج. بدل ما تساعد عيال ابراهيم شيكا وهو كان عيان، خدت لحمه ويتمت عياله. كل ما الواحد بيراجع قضية إبراهيم شيكا وتصرفات مراته وتصرفات الناس اللي كانوا بيطلعها، إن كان وسيم يوسف ولا محمد إيهاب ولا وفاء عامر، يلاقي في حاجات غير طبيعية كده. وبعدين ما شاء الله عليهم متماسكين وبحاربوا علشان بعض، حرب ملهاش نهاية، حرب لآخر نفس. يعني واحدة زي وفاء عامر دي خلت كل قنوات التلفزيون، ان كانت قناة الشمس ولا قناة اون تي في ولا البرنامج ادوارد، كله مسخر لخدمة هبة. هبة تطلع تقول اللي نفسها فيه. سبحانك يا رب، بس زلات اللسان، هو تكرار الكلام ده هو اللي خلاها ايه، تغلط. تقريبا كانوا خطتهم ان هم يفضلوا يمتصوا التبرعات. تقريبا كانوا كل همهم يمتصوا التبرعات، يفضلوا يجمعوا تبرعات تبرعات تبرعات. تقريبا المواضيع دي مربحة جدا وبيعملوا ملايين. حقيقة مدام حورية ادت كلمتين في الصميم لوسيم يوسف. مفروض عشان إعمار فلسطين، أنا واحدة من الناس رجال الأعمال الفلسطينيين اللي هم يبقوا في المقدمة، اللي كانوا بيقولوا للمصريين ادخلوا وحاربوا، ما يتجمعوا دلوقتي ويعمروا بلدهم. هي دي مش بلدهم؟ فلسطين هي تعتبر البوابة الشرقية لمصر، وأعزاء علينا وبنحبهم وكل حاجة، بس أكيد مش هنحبهم زي الأساسيين، مش هنحبهم زي ولاد بلدهم. المفروض الفلسطينيين اللي في البلاد الأجنبية والأوروبية اللي ماسكين مراكز محترمة ومعهم ملايين الملايين يتبرعوا لبلدهم، وبعدين احنا اللي يقدر يتبرع يتبرع، واللي ما يقدرش احنا الناس كلها عارفة ظروفنا وظروف الغلاء اللي احنا عايشين فيه. في ناس بتيجي من فلسطين ايام الحرب، ما كنا بنسمع الناس بتموت، والناس ينزلوا يتفسحوا ويروحوا، ومش هقول لكم بيروحوا فين بقى، بس انتوا فهموا كده، ويصرفوا فلوس، ولدرجة ان واحد فيهم اتصل عايزنا اجوزه عرفي، فاكر ان محامية من المحاميات اللي ممكن تكتب عقد جواز عرفي. قلت له لا، وراجل كبير في السن. فاذا يعني ايه، الفلسطينيين اولى ببلدهم، زي ما احنا هندافع عن بلدنا ونموت عشان بلدنا ونضحي بكل حاجة عشان بلدنا، كل واحد يضحي عشان بلده. وبعدين على فكرة احنا بدل ما نتبرع على فلسطين وهم عندهم ملايين الملايين، الناس الأثرياء اللي بره الفلسطينيين، طب ما نعمل صندوق للتبرع للناس الغلابة المصريين، العيال الطلبة اللي مش بتقدر تدفع مصاريف المدرسة ولا مصاريف الجامعة، الناس المريضة اللي مش بتلاقي علاج، المفروض يبقى في تبرعات ليه. بس المشكلة التبرعات كل شوية ناس تسرقها ناس تسرقها. ربنا يلطف، هي ماشية بستيرة الله وبركة صلاة الفجر في مصر، ربنا يلطف. يعني وسيم يوسف زي ما احنا سمعنا في الفيديو اللي هو عامله هو وهبة، بدل ما بيكب على هبة وأهلها الفلوس كبا كبا والملايين كبا كبا، يكبهم على أهل فلسطين، بلده هم أولى.